ده هو موفان، طالب محترم غلبان بيمتحن امتحان قبوله على مدرسة السحر اللي هو نفسه يدخلها، ولكن الامتحان بيكون صعب عليه جدا وما بيعرفش يحل كويس. بيطلع بره المدرسة وبيلاقي ابوه مستنيه قدامها، بيسأله ويقول له عملت ايه؟ موفان زعلان وبيقول له ما حلتش كويس. ابوه قال له ما تزعلش، انا جايب لك شغل سواق عند راجل غني، الشغل لسه في الاول ولكن فلوسه حلوة. بس موفان قال له لا، انا عاوز ادخل مدرسة السحر وحلمي اني ابقى ساحر. الاب بعد ما شاف نظرات ابنه قال له خلاص مالكش دعوة، انا هتصرف وهدخلك على مدرسة السحر بتاعتك. موفان فرح جدا وبعدين مشوا. تاني يوم كان موفان ماشي هو وصاحبه صاحبه بيقول له ما تفرح يا عم، البنت بتاعتك رجعت وهتشوفها تاني. موفان ما ردش عليه، وكان كل اللي بيفكر فيه ابوه هيتصرف ازاي وهيدخل مدرسة السحر ازاي. وفجأة موفان بيشوف ابوه وهو بيتكلم مع واحد علشان يدخل موفان على المدرسة، بس الراجل مش موافق وبيقول له انت عاوز تدخله مدرسة مش هتقدر على تمنها، روح شوف لك لعبة انت وابنك الفاشل ده بعيد عني. الاب مرضاش وفضل يتحايل عليه ان هو يدخله المدرسة وهو يعمل له اي حاجة في المقابل. الراجل وافق ولكن بشرط، وهو انه ياخد البيت بتاعهم مقابل ان موفان يدخل على المدرسة. الاب ما ترددش في لحظة وقال له موافق. موفان كان بيتفرج وصعبان عليه ابوه والراجل بيهينه علشانه، وبعدها بيرجعوا على البيت. الاب بيقول لموفان انه كلم واحد وخلاص هيدخل المدرسة. موفان كان فرحان بس عارف ابوه دفع قد ايه قصاد دخوله للمدرسة، ولكن بعدها بيطمن ابوه وبيقول له انا هبقى اقوى ساحر في المدرسة وهجيب لك فلوس ما بتتعدش. الاب فرح من عزيمة موفان وكان في قمة السعادة. بعدها بالليل موفان بيدخل على اوضته، بيكتب اسم حبيبته ميو، بيفتكر اخر مرة شافها لما جات له وطلبت منه ان هو ياخدها بره المكان ويهربوا من هنا، ولكن الحراس مسكوهم وبداوا يعذبوا فيه. وفي الوقت ده كان ابو موفان شغال سواق عندهم وفضل يتحايل عليهم علشان يسيبوا موفان، واخد كل الضرب مكانه. بس الراجل ضربه برضه، وقعت الميه على راسه قدام موفان. موفان كان بيفتكر اللي حصل وعمره ما هينسى اليوم ده في حياته. المهم تاني يوم بيروح على المدرسه، بيعرفوا مدرس الفصل بالعناصر السحريه وانهم هيكتشفوا العنصر بتاعهم النهارده. بيعطلهم شعار عليه 7 نجوم كده هيتلون على حسب عنصرك، يعني لو نار هيتلون بالاحمر، لو ميه هيتلون بالازرق كده يعني. وبالفعل بيروح اول طالب واسمه موباي على البلوره علشان يشوف نوع عنصره. بيركز طاقته وبيطلع له عنصر الجليد. لا ومش بس كده، ده كمان بينور نجمه في شعاره، وده شيء نادر الحدوث. كل الطلاب بتمدح فيه وهو كالعاده بيتغر، وبيروح جنب موفان وبيقول له انا ايه اللي جابني مع الفاشل ده في الفصل تاني، يلا مش مشكله. بيكمل باقي الطلاب اكتشاف عناصرهم ومحدش بياخد نجمه تاني، لحد لما اخيرا بيجي دور موفان، والمفروض ان هو يروح علشان يشوف نوع طاقته. بيروح هناك وبيكون متوتر في الاول والعيال كلها بتضحك عليه طبعا، ولكن بعدها موفان بيبدا يركز علشان يكتشف طاقته. بيروح في مكان غريب كده وبتظهر قوته قدامه، وقبل ما العنصر بتاعه يظهر في البلوره قدام الطلبه واحد من الفصل المجاور بيفعل عنصر البرق. الطلاب كلها بتروح علشان تشوف مين البطل ده، واتضح ان عنصر البرق بيظهر مره كل 1000 واحد، وفي نفس الوقت بيكون موفان هو كمان فعل عنصر البرق بس محدش شافه. ولكن فجاه لون البلوره بيتغير كمان مره وبيظهر عنصر تاني لموفان وهو عنصر النار، يعني هو كده معاه عنصرين والاتنين احسن من بعض يا ابن اللعيبه. بعدها بيرجع الطلاب على الفصل تاني وبيحاول الواد ده يعيب على موفان علشان لسه واقف، ولكن بيتصدم. موفان فعل سحر ومش اي سحر، ده سحر النار اللي مفيش غير 2 بس في الفصل اللي قدروا يظهروه. ده ايه الجمدان ده؟ موفان بعد ما شاف رد فعل الطلاب على عنصر النار اتصدم، قال امال لو عرفوا اني ايقظت عنصر البرق كمان هيموتوا ولا ايه؟ انا هخبي عنصر البرق وبعدين هبقى افاجئهم بيه. جمدان يا مان. وبعدين بتعدي الايام وبيعلمهم المدرس اكتر عن قدراتهم. بيقول لهم المدرس كل واحد فيكم عنده القدره ان هو يفعل 7 نجوم، بعد النجمه السابعه بتوصلوا لمرحله الاطلاق، وبيطلع موباي علشان يوري للمدرس عدد النجوم اللي قدر يتحكم فيها، وبيوصل لحد النجمه ال5، وده يعتبر اسرع طالب لحد دلوقتي. المدرس بيمدح موباي على سرعه تدريبه ووصوله للنجمه ال5. شويه من الطلاب كانوا قاعدين يحسدوا موباي علشان هو سريع في التدريب، وهم كانوا لسه في النجمه الثانيه او الثالثه بتاعتهم، لحد ما بيشوفوا موفان، واول ما بيعرفوا ان هو لسه في النجمه الاولى بيقعدوا يعيبوا عليه ويشتموا فيه. يعني موفان في سحر النار ممكن يكون في النجمه الاولى، ولكن في سحر البرق هو وصل للنجمه السادسه ولسه له تكه ويقدر يفعل الاطلاق لعنصر البرق بتاعه. عظمه قوي. المهم موفان بيروح على اخته شياو، بيلاقيها قاعده على المرجيحه بسبب ان في شويه اتنمروا عليها واخدوا الكرسي المتحرك بتاعها ده علشان هي ما بتعرفش تمشي على رجليها وكده. موفان بيتعصب جامد وبيروح على العيال دول بيقول لهم رجعوا الكرسي بتاعها والا هكسركم دلوقتي. العيال بتقول له روح شوف لك لعبه بعيد يلا واجري من هنا يلا والا هنكسرك دلوقتي، انت مش شايف ان احنا 4 وانت لوحدك ولا ايه؟ وبيشموا في اخته كمان قدامه. وقتها موفان بيتعصب جامد، بيركز كل طاقته وبيفعل ال7 نجوم في عنصر البرق بتاعه، بيوصل لمرحله الاطلاق وبيطلع سحره وبيبهدل العيال بيه وبيكسرهم حرفيا. جامد يا ابني والله. العيال بعد ما بتشوف قوه موفان بتعتذر منه وبتقول له مش هنكررها تاني، وبعدين بياخدوا الزعيم بتاعهم وبيهربوا من المكان. بعدها بياخد موفان الكرسي وبيوديه لاخته واللي كانت مبهوره جدا من قوته قعدت تمدحه. من جانب تاني كان موباي قاعد يتكلم مع عمه واللي اتضح ان هو اللي بيزوده
بمعدات سحريه اكتر من زمايله، وعلشان كده سرعه تدريبه اعلى من الباقي. بيسالوا عمه عن موفان اذا كان يستحق الطرد ولا لا. الواد بيرد عليه وبيقول له هو ملوش لازمه في الفصل، ما بيعرفش يتحكم غير في نجمه واحده بس لغايه دلوقتي. عمه قال له تمام، وقعدوا يضحكوا على موفان، مش عارف هو حارقهم كده ليه. المهم موفان بعدها بيدرب عنصر النار بتاعه علشان يواكب زمايله، وبيقول لاخته انها ما تعرفش حد ان هو عنده عنصر البرق علشان ما يقعش في مشاكل وبتاع، فبتقول له تمام. بعدها بيروح موفان على المدرسه وبيلاقي مدرسه جديده هتدرس لهم هناك، وهي صاحبه سحر ناري قوي جدا. بتسال على الطلاب اللي بيقدروا يستخدموا سحر النار هنا، وبيقوم موفان واتنين معاه. الواد الخنزير ده بيعيب على موفان علشان لسه في النجمه الاولى، بس ما حدش بيعبره. بعدها بتستخدم المدرسه قوه سحر النار بتاعها وبتوريهم مهارات الاطلاق فيه، وشكل المدرسه دي اخر جمدان يا مان، وهتفيد بطلنا موفان. المهم بعد فتره بيعرفهم المدرس بتاعهم ان في اختبار هيتم بعد شهرين. الاختبار ده يقيس طاقتك السحريه وتطورك في فتره الدراسه، ولو حصلت على الدرجه دي هيتم طردك من الاختبار. موباي بيسال المدرس وبيقول له طب واطلاق السحر؟ قال له ده اختبار اختياري علشان نادر لما يكون في طلاب قدروا يوصلوا لمرحله الاطلاق في الوقت ده. فبيقول له موباي تمام. بعدها بيروح موباي على عمه وبيعملوا خطه علشان يحرجوا موفان ويطردوه من المدرسه كلها. مش عارف ايه العيله الغبيه دي والله. المهم بيتفقوا انهم هيحطوا حجر سحري يمتص طاقه موفان اثناء الاختبار، وده علشان يبقى درجته ضعيفه وينطرد من المدرسه. موفان في الوقت ده كان عمال يتدرب على سحر النار ويزود في طاقته كمان وكمان. بتعدي الايام وموفان بيتدرب لحد لما بيجي اليوم الموعود، موعد الاختبار. بيصطف الطلاب كلهم مع بعض. بيطلع مدير المدرسه على المسرح وبيقول لهم الاختبار ده هو اللي هيحدد اذا كنتم جديرين بالمدرسه دي ولا لا، وجبنا هنا مشرف عليكم علشان يراقبكم، كبير عائله يانغ، ومعاه طبعا بنته العبقريه ميو. الطلاب كلهم كانوا مبهورين بميو وجمالها، ولكن هي كانت عينيها بس على موفان. وموباي في الوقت ده كان متعصب جدا وناوي يذله بعد ما يخسروا. المهم بتوري لهم ميو ازاي يستخدموا البلوره. بتفعل طاقتها جواها، والبلوره ما بتقدرش تستحمل كميه الطاقه وبتتقسم لنصين، قوتها لا تضاهى. الطلاب طبعا كلهم كانوا خايفين من الاختبار، بس المدرس شجعهم. بتروح بنت من الفصل وبتعمل الاختبار وبتاخد درجه ايه، ودي بتكون من اعلى الدرجات. بعدها بيروح شو صاحب موفان وبياخد ايه هو كمان. بيطلب من الممتحن ان هو يعمل اختبار الاطلاق، ولكن بيفشل فيه برضه. بعدها بيفضل الطلاب بقى اصحاب الدرجات الاقل يعملوا، الى ان جاء دور موباي. طلع على المسرح ومسك البلوره بايده. الواد طاقته كبيره جدا وقدر يحقق درجه اس، واللي هي اعلى حاجه في الاختبار. يا ابن اللعيبه، عمو بيقول لي كبير عائله يانغ، هو ده اللي انا قلت لك عليه، طالب مجتهد وطاقته كبيره. موباي بيطلب بعدها اختبار الاطلاق، وبيبهر الجمهور بطاقته وبيحصل على درجه بي في الاطلاق، وطبعا كل الطلاب كانوا مبهورين بيه. اخيرا بقى جه وقت دخول موفان، والراجل البارد ده بيأمر الممتحن يحط حجر الامتصاص تحت البلوره. بيحط الحجر فعلا، وبعدها بيطلع موفان على المسرح. موباي كان باين على وشه نظرات خبيثه كده ومستنيه يتفضح، وبالفعل موفان اول ما لمس البلوره الحجر بدا يمتص طاقته. الكل كان قاعد بيضحك على درجه موفان الضعيفه جدا، ولكن موفان بيركز طاقته على اخرها، والحجر بيتكسر من قوتها وبياخد موفان درجه بي. والكل بيكون مصدوم من الدرجه ومفكرينه جايبها بالحظ، لحد لما المدرسه بتاعتهم بتدخل وبتقول انا عارفه طاقه موفان والبلوره دي مش مظبوطه، وبتطلب ان هو يعيد الاختبار تاني. والمدير بيوافق على طلبها. بيجيبوا بلوره جديده وبيبدا موفان يعمل الاختبار تاني، ولكن المره دي طاقته بتكون كبيره جدا وبيحصل على درجه اس في الاختبار. اديله بيه بالله عليكم، البلوره الاولانيه كانت مظبوطه. ايوه يا موفان يا جامد. الكل بعدها بيتصدم من درجته ومحدش بيكون مصدقه. موباي كان هيولع من الحسره. وقتها موفان بيحصرهم اكتر وبيطلب يجرب سحر الاطلاق. الممتحن بيوافق وموفان بيجهز علشان يجرب الاختبار. بيجمع طاقته كلها وبوم بيصدم الكل بالطاقه الناريه بتاعته. موباي من كتر ما اتصدم كان هيموت والله، والطلاب ما كانوش احسن منه حال يعني. بعدها بيحكم الممتحن ان قوه اطلاق موفان من الدرجه ايه، يعني اعلى من درجه موباي كمان، وبكده موفان يصنف كاقوى طالب في المدرسه. كبير عائله يانغ بيعجبه الكلام وبينده على موفان، بيقول له انت اتطورت عن اخر مره انا شفتك فيها، والواضح ان قوتك زادت جدا. انا اعطيك الاذن انك تتدرب عندي، وهتاخد كل الادوات اللي هتساعدك في التدريب كمان. موفان راح عليه كده وقال له انت اهبل يا عجوز، انت مفكرني هشتغل عند واحد معفن زيك وانسى انت عملت فيا ايه؟ ده على جثتي. يانغ اتعصب جامد، طاقته بدات تطلع. المدير بيقول لموفان انه اعتذر منه علشان ما ينفعش يشتم الضيف بتاع المدرسه، بس موفان قال له اعتذر من العجوز المعفن ده، انت ما تعرفش هو عمل ايه في ابويا من 3 سنين، انا ما بكرهش حد قده. وكانت ميو بتراقب موفان وهو في قمه السعاده. يانغ اتعصب اكتر وقال له انت وابوك سواقين عندي ومالكمش اي 30 لازمه. موفان بيقول له انت لو كنت قد انا كنت علمتك الادب، بس حظك انك راجل كبير. يانغ قال له تمام كده، انا ابني في سنك، اتقتلوا واللي هيفوز ما بينكم هيخضع للتاني. موفان قال له تمام انا موافق، ولو انا خسرت هخضع عليك واتعلم الادب، بس لو انت خسرت هتعتذر لابويا قدام الناس كلها.
فيانغ قال له تمام، بس المدرسه قالت لهم ان ما ينفعش القتال ما بينهم قبل ما يوصلوا هما الاثنين لسن ال 18 سنه، واتفقوا لتاجيل الاختبار لحد لما يوصلوا هما الاثنين لسن ال 18، يعني بعد سنتين من دلوقتي. اتفق الطرفين على النزال، وبعدين يانغ مشي هو وميو، وكانت ميو في قمه سعادتها في الوقت ده. المهم شو بيقول لموفان هتعمل ايه مع ابن يانغ؟ الواد شكله جامد اخر حاجه. موفان قال له مالكش دعوه انا هتصرف، وكل اللي كان في دماغ موفان ان هو عاوز يرد كرامه ابوه مش اكتر. المهم بعد الاختبار بيترقى الناس اصحاب القدرات العاليه لفصل النخبه، وبيقول لهم المدرس على الادوات السحريه اللي هياخدوها نتيجه للترقيه بتاعتهم، واللي هي عباره عن اساور هتساعدهم في التدريب وزياده طاقتهم اسرع من اي حد. وده طبعا على عكس موفان اللي هياخد اساور فتره اقل من الكل كعقاب ليه علشان شتم ضيف المدرسه يانغ. بعدها بيبدا موفان يتدرب على الاطلاق ويزود طاقته، ولكن كان متضايق علشان عارف ان يانغ متوفر له اساليب للتدريب احسن منه. بيروح على موباي وبيساله عن يانغ وازاي بيتدرب. بيقول له موباي انه عنده ادوات سحريه كتيره جدا للتدريب، وادواته السحريه اقوى من ادوات المدرسه بتاعتنا بمراحل ومتوفره معاه طول الوقت. موفان بعدها بيتعصب جامد وبيرجع يتدرب اكتر. بيطلع على السطح علشان يتامل ويستخدم الادوات المسموحه ليه. بيركب اداه سحريه في ايده كده وبيبدا في التامل، ولكن فجاه القلاده اللي على رقبته بتتفعل وبتاكل الاسوره اللي لسه واخدها علشان يتدرب. بيتحايل عليها موفان علشان ترجعها، بس القلاده بترجع لشكلها الطبيعي. بتيجي المدرسه على السطح في الوقت ده وبتشوف موفان قاعد. بتساله انت بتعمل ايه هنا؟ بيقول لها موفان وهو ملبوخ كده انا بتامل في النجوم مش اكتر. المدرسه بتقول ان في الاختبار الاخير كان في ناس كتيره مستنياك تتطرد، احكي لي على اللي فيك وانا هساعدك. موفان قال لها على كل حاجه، وانه كان بيتدرب قبل شويه بس القلاده دي اكلت السوار. المدرسه طلبت تشوف القلاده وعطاها لها فعلا. اول ما شافتها قالت له دي مش قلاده عاديه، لا دي عباره عن مكافئ سحري هيساعدك في التدريب اسرع من الباقي بكتير. موفان وقتها عرف هو ليه كان بيتدرب اسرع من الباقي، وبتساله المدرسه هو جايبها منين، فبيقول لها ده ارث عائلي كان معايا مش اكتر. بعدها بتقول له المعلمه ان القلاده دي بتحتاج اكتر من روح واداه سحريه علشان تتطور، كل لما تطورها اكتر كل لما سرعه تدريبك هتبقى اسرع. بعدين بتقول له ما تعرفش حد باللي حصل وانا هتصرف في الاسوره اللي ضاعت منك، فبيقول لها تمام وبتسيبه وبتمشي. بعدين بيتعمل معسكر لتدريب طلاب النخبه في احدى المناطق الجبليه. بيجمعوا قائد الوحده زان وبيعرفهم بالمهمه بتاعتهم، واللي بتكون استكشاف احدى الكهوف الخطيره تحت الارض، والمنطقه هناك خطيره ومعروف بانها ممكن يكون فيها وحوش. الطلاب في الاول بتكون خايفه ومحدش عاوز يروح، ولكن القائد زان بيقول لهم انتوا اقوى فصل في المدرسه، فصل النخبه، لو ما قدرتوش تكتشفوا كهف زي ده يبقى لازم تكونوا عار على الصحراء مش اكتر. بيكمل كلامه زان وبيقول لهم انتم عددكم 100 واحد، لو طالب واحد قدر يخلص المهمه كلكم هتنجحوا فيها بامتياز. بعدها الكل بيفرح وبيسالوا موفان عن اللي هياخدوه لو قدروا يحققوا المهمه. فقال لهم القائد الطالب اللي هيقدر يخلص المهمه بنجاح هديله درع السحري واللي يقدر ثمنه بمئات الالاف. موفان في الوقت ده بيتحمس جدا وبيقرر ياخد الدرع علشان هينفعه في القتال بعدين. بعدها بتبدا الطلاب المهمه وبتقسموا الفريقين، فريق بيكون فيه موباي ومعجبينه، وفريق تاني بيكون فيه موفان هو واصحابه. بيوصل الفريقين مع بعض في نفس الوقت على قمه الكهف اللي هيستكشفوه. شويه من الطلاب بيكونوا خايفين جدا من الوحوش اللي ممكن تقابلهم، بس بيشجعوا بعض بان عددهم كتير ويقدروا يقتلوا اي وحش هيجي في طريقهم. في الوقت ده بيكون في ناس بتراقب الطلاب وبتروح لزان وبتعرفه بكل اللي بيحصل. بعدها بيعمل الطلاب حبل وبينزلوا بيه على بوابه الكهف علشان يستكشفوه. الطلاب كلها بدات تدخل جوه الكهف بحماس، الا موفان كان واقف بره وبيبص على النهر اللي قدامه. شو بيشوفه وبيروح عليه وبيقول له في ايه؟ مالك يا صاحبي احكي لي. موفان بيقول له شايف الميه اللي عاليه عن الصخره دي؟ شو قال له شايف. قال له موفان ده معناه حاجه واحده، ان في وحش خطير كان هنا من شويه ولازم نحذرهم بسرعه. صاحبه بيروح جري على العيال علشان ينبههم، بس العيال ما بتعبروش وبيقولوا عليهم الاتنين جبناء وخايفين يدخلوا مش اكتر. بيكمل العيال طريقهم وهم قاعدين بيضحكوا على موفان وصاحبه، ولكن فجاه بيشوفوا ذئب عملاق قدامهم. الكل بيترعب وبيطلعوا علشان يهربوا من المكان، الا موباي بيقف وبيحاول يجمع طاقته علشان يواجهوا بيه، بس من كتر الخوف طاقته ما بتتفعلش وبيكمل جري وراهم. موفان بيلاقي واحده فيهم ناويه انها تحاربه، فبيروح عليها وبيشيلها وبيهرب من المكان هو كمان. المدرسين بيعرفوا باللي بيحصل وبيكونوا متوقعين كل حاجه، وبيتضح ان الذئب ده وحش استدعاه واحد منهم علشان يدرب الطلاب مش اكتر، وما عرفوش الطلاب علشان يقاتلوا بجديه ويطلعوا اخرهم. موباي في الوقت ده كان بطل جري من الذئب وفعل طاقته، لبس بدلته القتاليه وجهز علشان يحارب الذئب اللي قدامه. بيستخدم قدرته عليه وبينجح ان هو يثبته في مكانه فعلا. وفي الوقت ده كان الطلاب طلعت بره وجهزوا علشان يهربوا من المكان، بس البنت اللي شالها موفان بتقرر انها ترجع تاني وتقاتل في الذئب مع موباي. بترجع فعلا وبتفعل بدلتها، بتبدا في الهجوم عليه، ولكن الذئب المره دي بيكسر الجليد وبيهجم علشان يضربها. بس في الوقت ده ولد من الفصل التاني بيدخل عليها وبيلحقها منه. ايوه هو ده نفس الولد اللي عنده سحر البرق، بس الذئب ما بيجرالوش حاجه وبيقدر ان هو يطلع رياح من بقه بتوقعهم هما الاثنين. موباي في الوقت ده بيحاول يهجم عليه هو كمان، بس بيقع على الارض زي خيبتها. الطلاب كلهم بداوا يحسوا بفقدان الامل وحسوا انهم خلاص كده هيموتوا، بس في اللحظه الاخيره بيظهر موفان، بيستخدم قوته وبيفعل بدلته وبيكون وصل للمستوى الثاني من سحر النار. بيضرب ضربات كتيره ومتتاليه، الذئب ما كانش عارف يعمل حاجه وولع قدامه.
قدامه. بعدها الذئب راح على النهر علشان يطفي النار اللي فيه. المدرسين كان بيراقبوا الوضع وانبهروا من قدرة موفان وسرعة تطوره، وقرروا انهم ينهوا الامتحان على كده. بس الشخص اللي استدعى الذئب بيقول لهم ان الذئب خرج عن السيطرة، ولو ما لحقناش العيال دي هتموت دلوقتي. المدرسين بيترعبوا وبيقرر زان ان هو يروح عليهم ويلحقهم بسرعة. بيطلع جناحاته بيكون في الطريق ليهم. في الوقت ده كان الذئب طلع من النهر وفي طريقه ان هو يقتل واحدة من الطلاب، ولكن في اخر لحظة بيتدخل شو وبيلحق البنت من قدامه. بياخدها شو في مكان كده وبيقول لها استخبي بنتي وانا هتصرف. هو بالفعل بيستخدم تعويذة الريح وبيجري بعيد عنها والذئب بيروح وراه. بس في وقتها الذئب بيشوف موفان وبيهجم عليه. موفان بيحاول يهرب منه ويستخبى في اي حتة، ولكن الذئب بيعرف مكانه برضه، وكان خلاص الذئب هيقتله لولا تدخل شو اللي اخده بعيد عن الذئب وحاول يحميه. واضطروا انهم يدخلوا جوه الكهف علشان باقي الطلاب تعرف تهرب ومحدش يموت. رجاله مفيش كلام والله. البنت اللي لحقها شو كانت قاعده تعيط وعاوزه تلحقهم باي طريقه، ولكن الولاد دول كانوا خايفين على حياتهم بس ومش عاوزين يتحركوا من مكانهم، لحد لما بيتفاجئوا بالجنرال زان واللي جاي علشان يوقف الذئب ويلحق الطلاب. بيسالهم عن مكان الوحش وبيعرفوه باللي حصل، وان موفان وشو استدرجوه جوه علشان يحموا بقيه الطلاب. المدرسه بتقول احنا لازم نلحقهم بسرعه والا هيموتوا منه. في الوقت ده كان موفان وشو وصلوا على اخر الكهف. الذئب هجم عليهم ولكن شو بعد موفان عنه واخد هو كل الضربه مكانه. موفان بص على صاحبه ولقاه متعور ومغمى عليه جنبه، وقتها بيتعصب جامد وبيقرر ان هو يستخدم كل قوته علشان يقتل الذئب ده. بيفعل عنصر البرق بتاعه وبيضربه ضربات شلت حركته. بعدها موفان بيفعل عنصر النار وبيضرب صخره بتقع فوق الذئب وبتخلص عليه نهائي. جاحد يا ابني والله. وبعد ما الوحش مات طاقته روحيه بتتجمع وبتدخل جوه قلاده موفان. زان في الوقت ده بيوصل وما بيكونش مصدق اللي شايفه. ازاي طالب قدر يتغلب على ذئب عملاق لوحده؟ ده اكيد في حاجه غلط في الموضوع. موفان بيقول له فكك من الكلام ده وتعالى شيل صاحبي علشان نعالجه بسرعه. بيشيله فعلا لحد لما بيوصلوا على بقيه الناس. اول ما بيوصلوا صاحب الذئب بيسال عليه بسرعه، ولكن الجنرال بيقول له انه مات. الواد بيزعل جدا على وحشه وبيقول له للقائد انا ما اعرفش انك قلبك قاسي قوي كده، انت ممكن كنت تلحق العيال من غير ما تقتله. بس القائد بيقول له مش انا اللي قتلته اصلا، ده اللي قتله موفان، انا وصلت متاخر وكان الذئب ميت اصلا. الكل وقتها اتصدم ومحدش كان مصدق اللي سمعه. ازاي مجرد طالب قدر يهزم وحش روحي لوحده؟ موفان بيقول لهم انا لو ما كنتش قتلته كان زمانه قتلني انا وصاحبي. فبيفرح الكل وبيكونوا مبهورين بيه جدا. وبيحكم الجنرال زان بنجاح الفصل كله وحصوله على درجه A الا موفان. بيتم منحه درجه S بالاضافه الى انه هياخد درع القائد السحري بسبب شجاعته. والطلاب طبعا بقوا في قمه السعاده وكانوا بيحيوا في موفان. بيطلعوا من الكهف فعلا وبيدي الجنرال لموفان وسام تقديرا لشجاعته وتضحيته، وبيعطي شو وسام هو كمان. ولكن الجنرال زان كان قاعد يفكر ازاي طالب قدر يهزم وحش قوي زي الذئب لوحده، وحاسس ان في حاجه غلط في الموضوع. بس فجاه بيجي له واحد من العساكر وبيقول له ان في مجموعه من الوحوش بدات في الهجوم على الغابه. فبيقطع تفكيره وبيقرر يخلص عليهم. موفان في الوقت ده بيكون فرحان جدا علشان اخد درع سحري هيساعده في النزال ضد يانغ. وبعدين بيرجعوا على البيت. بس نكمل انمي. وبعد ما رجع موفان على البيت قرر ان هو يطور سحر البرق بتاعه علشان يقدر يقاتل بيه يانغ. بس ازاي هيقدر يعلي سحر البرق والنار من غير ما حد يعرفه؟ موفان كان في حيره من امره لحد لما بتيجي في باله فكره، وهي انه انضم لنقابه الصيادين على اساس انه ساحر برق وكده، وبكده هيقدر يزود سحر البرق هناك والمدرسه هيتدرب فيها على سحر النار. وبالفعل بيروح موفان على نقابه الصيادين وبيخبي وشه، وده طبعا علشان ما حدش يعرفه. بيشوف اتنين بيتكلموا عن الصيادين وازاي بيقبلوا الاعضاء. فبيروح موفان على واحد منهم وبيساله على شروط انضمامه لفرقه الصيادين. الراجل بيستهزأ بموفان علشان شكله لسه صغير وبيقول له ما بيقبلوش المبتدئين الا اذا كنت واحد من ال1000 اللي معاهم سحر البرق، يعني في الحاله ديت ممكن يقبلوك، بس استحاله واحد زيك يكون عنده سحر البرق اصلا. موفان قال له تمام وراح واقف في الطابور. قائد النقابه في الوقت ده كان متعصب جدا ومستني المرشح الاخير في الفرقه، وده بسبب ان كل اللي بيقدموا مبتدئين وضعاف وغيره. الى ان جاء دور موفان. بيسالوا الممتحنين عن خبرته ونوع عنصره. موفان بيقول لهم ان عنصره هو البرق ولكن هو لسه مبتدئ. الممتحنين بيقولوا له يا ريت بلاش تهزر ولخص في الكلام علشان مش فاضيين. موفان ورى لهم سحر البرق بتاعه وخلاهم ينصدموا. العيال حرفيا ما كانوش مصدقين اللي شايفينه. بيدخل عليهم القائد بسرعه بعد ما بيسمع بموفان وبيوافق ان هو يضمه لفريقه. دخل موفان وبدا يتعرف على اعضاء النقابه، وكان في واحده فيهم من عائله يانغ. موفان كان خايف انها تتعرف عليه ولا حاجه بس ربنا ستر. المهم هم واقفين بتدخل واحده عليهم تنبههم بسبب هجوم احد الوحوش على المدرسه الرئيسيه للبنات، وبالمناسبه هي دي مدرسه شياو اخت موفان. الفرقه بتاخد العربيه وبتقرر انها تروح علشان تلحق الناس وتقتل الوحش، وموفان طبعا بيروح معاهم. بيحاول يتصل على شياو في الطريق ولكن هي ما بتردش، فبيقلق عليها اكتر. بتوصل الفرقه اخيرا على مكان الحادثه وبيوزعوا نفسهم كل واحد في حته، وموفان مهمته يدور في قاعه الطعام، ولو شاف وحش هناك او اي حاجه يبلغهم بسرعه. وهو بالفعل بيدخل الكل وبيبداوا يدوروا على الوحش في المدرسه. موفان وهو ماشي بترن عليه شياو من احدى التليفونات العموميه علشان تطمنه طبعا. بيسالها موفان هي ما كانتش بترد عليه ليه،
بتقول له شياو ده بسبب ان في وحش هجم على المدرسه بتاعتنا، وهي سابت تليفونها هناك وهم بيهربوا. وبتقول له كمان ان في بنت زميلتهم اختفت من المدرسه اثناء ما هي كانت في قاعه الطعام. لسه ما كملتش شياو الكلام وموفان بيحس بوحش جنبه، بيبص كده وبيلاقي الوحش بيضربه بشعاع من نار. باقي الفرقه بتسمع باللي حصل وبينطلقوا الى قاعه الطعام. في الوقت ده الوحش كان بدا يهجم على موفان وكان خلاص اتحاصر، بس في وقتها بتدخل باقي الفرقه علشان تحميه. واحد من الفرقه بيستخدم سحر الرياح وبيفادوا كل ضربات الوحش بسهوله، وصاحبه سحر الماء كانت بارعه جدا في الحمايه. بعدها القائد بيستخدم سحر النار من الدرجه الثالثه على الوحش وبيخلص عليه. بتروح البنت دي علشان تمحيه بسحر الجليد بتاعها، ولكن الوحش بيكون لسه عايش وبيهجم عليها. بس في اللحظه دي موفان بيستخدم تعويذه البرق بتاعته وبيشيل حركته نهائي. جامد يا ابني والله. قائد الفرقه بيمدح موفان على رد فعله وقتها، وبيقول له انت كده بقيت رسمي معانا في الفريق. بيرجعوا على البيت وموفان بيقابل اخته عند تليفون عمومي بتحاول انها ترن عليه من وقتها. موفان بيندى عليها وهنا البنت كانت في قمه السعاده، والظاهر ان هي كانت قلقانه جدا عليه. بس موفان بعدها بيطمنها وبيحكي لها على كل اللي حصل، وبيقول لها انا مسكت الوحش وكسرته بايد واحده. اصل جامد جدا. هو بيقعد يتقنعر قدامها. بعدها تاني يوم بياخد موفان وثيقه انضمامه لفيلق الصيادين بشكل رسمي، هو بيستعد لمغامراته. من ناحيه تانيه بيكون يانغ قاعد مع ابنه وبيحكي له عن القتال اللي هيدور ما بينه وما بين موفان، والظاهر ان الواد ده مش فارق معاه القتال ولا فارق معاه اي حاجه. وبالمناسبه اسمه يانغ برضه، وهو طفل بالتبني ومش ابن يانغ الحقيقي. المهم الاب بيقول ليانغ ان هو لو فاز على موفان في الاختبار هيتم السماح له ان هو يدخل الربيع المقدس، والربيع ده عباره عن مكان بيزود طاقه الشخص السحريه بسرعه جدا، لدرجه انك ممكن توصل لرتبه ساحر عالي في اقل من اسبوع. يانغ بعدها اتحمس وقال له هكسره لك ما تقلقش. بس من ناحيه تانيه كان في وحش كده قريب من الربيع المقدس وشكله بيتطور هو كمان، وشكلها هتولع يا معلم. بعدها بكام يوم كده بيروح موفان على المدرسه، وهو قاعد بيتكلم مع شو بتدخل عليهم واحده معاهم في الفصل اسمها دورا. بتقول لموفان انها عاوزه تقابله النهارده بعد المدرسه. موفان قال لها تمام، وكان مفكرها وقعت في حبه ولا حاجه. غلبان قوي موفان ده والله. المهم البنت بتقول له ان المنطقه اللي جدتها عايشه فيها موجوده عندها حاجه غريبه، بعض الناس بتقول عليها شبح والبعض التاني بتقول عليها وحش، وانا عاوزاك تيجي معايا هناك ونستكشف المنطقه دي. وده طبعا بسبب ان موفان اقوى واحد في المدرسه وهزم ذئب قبل كده. موفان قال لها تمام وراح معاها، ووصل عند جراج كده ودخلوا جواه. موفان طلع مسحوق سحري بيبحث عن الوحوش ورشه جواه. البنت كانت مبهوره من موفان علشان معاه المسحوق بتاع الصيادين ده، علشان هي ما تعرفش انه صياد وكده. المهم بيظهر اثار اقدام لوحش كده قدامهم. موفان بدا يقلق كده وشكل الموضوع بجد. بعدها بشويه موفان بيشوف ذئب عملاق بعين واحده وهو بياكل في واحد قدامهم. البنت وقتها اترعبت وقالت لموفان تعالى نهرب بسرعه والا هنموت دلوقتي. موفان قال لها بص كده اهربي من هنا وانقلي جدتك وكل الناس بعيد عن المكان علشان ما حدش يموت. بس البنت الغبيه كانت بتتصل على الشرطه، ووقتها الوحش بيعرف مكانهم وبيجري وراهم، واتضح ان الوحوش دي بتنجذب ناحيه الاشارات اللاسلكيه، وهي كده عرفت الوحش بمكانهم. يا بنت الغبيه. موفان بيحاول يستخدم سحر النار على الوحش بس ما بيعرفش يعمل معاه اي حاجه. بيفضلوا يجروا لحد لما بيدخلوا في مستودع كده. موفان بيقول للبنت تهرب بسرعه وتحذر الناس، وهو عنده خطه علشان يهزم الوحش بيها. البنت بتكون رافضه تسيبه لوحده بس موفان بيبعدها علشان تهرب. بعدها موفان بيقف قدام الذئب ذو العين الواحده، بيهجم عليه ولكن موفان بيتصدى للهجمه بتاعته بدرعه. من ناحيه تانية بيكون فرق الصيادين عرفت باللي بيحصل وجايه على المكان. بيقابلوا دورا وهي بتبعد الناس عن المكان اللي فيه الوحش، وبتتحايل عليهم يساعدوا موفان. بتقول لهم هو هناك بيقاتل في الوحش لوحده، بالله عليكم الحقوا بسرعه. بيروحوا على المكان فعلا وبيقدروا انهم يثبتوا الوحش بعنصر الجليد، والواضح ان السبب الرئيسي يرجع ليانغ واللي جاي مع البنت دي علشان يساعدها. موفان بعدها بيطلع يجري من المكان علشان ما يتعرفوش عليه. يانغ بعد ما شاف موفان وهو بيجري كان قاعد بيستهزأ بيه. المهم موفان بينزل تحت كوبري كده وبيغير هدومه علشان يرجع لهم. بيتصل بالقائد وبيقول له يجي علشان يثبت الوحش بسحر البرق بتاعه. موفان بيوصل هناك فعلا وبيستخدم سحره وبيثبت الوحش بيه، ولكن الوحش بيقدر ان هو يكسر الجليد وشكله هيقتلهم. الوحش بعدها دمه بيغلي وشكله بدأ في مرحله التطور. فرقه الصيد بعد ما بتشوف الوحش في المرحله دي بتقول للقائد احنا لازم نهرب من هنا، احنا مجرد سحرة من المستوى المتدني وعمرنا ما نقدر على وحش بالخطوره دي. القائد قال لهم نهرب، انتم عارفين ايه اللي ورانا عائلات وناس ضعيفه ومدينه كامله. انا طلبت الدعم وهيوصل كمان شويه، احنا لازم نوفر وقت لحد لما يجوا حتى لو الوحش ده يقتلنا كلنا. عاش يا قائد والله. الوحش في الوقت ده كان بدأت شفراته في النمو وشكله هيخلص عليهم. القائد بيستخدم المستوى الثالث من سحر النار وبيضربوا بيه. العيال بعدها بتفرح وبتكون مفكره انهم كده خلاص هزموا الوحش، بس انت متخيل ان الوحش هيسيبهم؟ لا والله، الوحش بيهجم عليهم بكل قوته علشان يخلص عليهم. البنت بتاعت سحر الماء بتفعل حاجز علشان تبعد الذئب عنها، ولكن الذئب بيكون قوي جدا وعلى وشك انه يكسر الحاجز ويوصل لها. بس في الوقت ده موفان بيجري عليها وبيلحقها. بعدها القائد بيضرب الذئب بناره ولكن ما بيتاثرش. باقي اعضاء النقابه بيحاولوا يضربوا الوحش علشان يحموا القائد بس مفيش فايده. يانغ حاول يثبت الوحش بس الوحش قدر يكسر الجليد بتاعه. شكلها دي نهايتهم ولا ايه يا صديقي؟
لا والله. موفان بعدها بيفعل المستوى الثاني من سحر البرق وبيضرب الوحش بيه. البرق قوي جدا ومثبت الوحش مكانه. اعضاء الفرقه بتستغل الفرصه وبتروح على القائد وبتلحقه، وبيطلبوا من القائد انهم يهربوا ويستغلوا ان موفان مثبت الوحش. القائد بيقول لهم نهرب؟ انتم ازاي بتسموا نفسكم فرقه سحر؟ انتم ما حصلتوش المبتدئ الجديد بتاعنا حتى. انتم شايفينه ازاي بيقاتل ببساله علشان يحميكم. قائد بجد مفيش كلام. بعدها القائد بيجمع قوته وبيأمر باقي الاعضاء بالهجوم حتى لو هيموتوا. الكل بيسمع الكلام وبيبدأ في الهجوم. الذئب كان بدأ يتعود على سحر البرق وشكله خلاص هيقتلهم، بس في اللحظه دي سحر ماء قوي جدا بيغمر الذئب وبيبعده عنهم. ايوه الدعم وصل. بيقولوا الراجل ده الموفان عاش عليك يا بطل، ارتاح انت بقى وسيب لي الباقي. بيدخل على الوحش وبيستخدم سحر الرياح من المستوى المتقدم وبيطير الذئب وبيقتله. جاحد يا جدع والله. موفان بعد ما شاف الوحش اتهزم بضربه واحده اتصدم، راح على الراجل وساله انت عملت كده ازاي؟ قال له الراجل ده سحر الرياح من المستوى المتقدم، بيخلص على الوحوش اللي زي ديت من ضربه واحده. انا شفتك وانت بتقاتل وهتبقى ساحر قوي جدا في المستقبل. موفان بيفرح كده وباقي الاعضاء بيفرحوا هم كمان وبعدين بيروحوا. اول ما بيرجع موفان على البيت بيلاقي دورة هناك ومستنياه. بتروح عليه بعدها وبتحضنه، بتقول له انا جدتي هي اللي ليها في الدنيا ولولاك ما كنتش هقدر الحقها، شكرا على كل اللي عملته معايا. فبيقول لها موفان لا ولا يهمك وكان في قمة السعادة. بعدها بيطلع موفان على السطح وبيلاقي ان القلادة بتاعته بدأت في التطور هي كمان، وده طبعا نتيجة لامتصاص ارواح الوحوش اللي ماتت. وبيفرح شو جدا في الوقت ده وبيقول على كده انا هكسر يانغو قدام ابوه، وهو بيخلص اليوم على كده. تاني يوم بيروح موفان على اخته شاو وبيديلها فلوس علشان تشتري تليفون جديد ليها، وده بسبب ان تليفونها الاخير ضاع في المدرسة. بتفرح البنت جدا وكانت في قمة السعادة. بعدها بتقول له شاو ان عنصرها السحري ظهر هي كمان وعندها سحر العلاج. موفان فرح كده وكان الاتنين في قمة السعادة وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم وموفان قاعد في الجنينه بيقول له شو على اللي يانغ ناوي يعمله، وانه حدد موعد القتال ما بينهم يوم اتمام ابنه ل 18 سنه، وعزم ناس كتيره من كل حته علشان يشوفوك وانت بتنهزم. موفان قال له تمام وبدا في التفكير في اللي هيحصل، بس فجاه بتدخل عليهم المدرسه علشان تبعت موفان للمدير. بيروح موفان على المدير فعلا وبيقف قدامه. المدير بيسال موفان وبيقول له انت عارف يانغ عزم ناس كتيره في يوم قتالك ليه؟ موفان قال له علشان يحرجني انا وابويا لو فاز اكيد يعني. المدير قال له ده سبب فعلا، بس السبب الاهم والرئيسي علشان ابنه يدخل الربيع المقدس. موفان قال له هو ايه الربيع المقدس ده؟ انا اول مره اسمع عنه. المدير قال له في مكان في المدينه هنا مشبع بالطاقه السحريه يدعى بالربيع المقدس، لو اي شخص دخله طاقته بتزيد بدرجه كبيره وممكن حتى يوصل لسحر جديد. موفان قال له طب وايه العلاقه ما بين القتال بالربيع؟ مش فاهم. المدير قال له احنا بنسمح لشخص واحد كل سنه ان هو يدخل الربيع ده، وبالنسبه لمدرسه السحر فانت هو المرشح عندنا، اما بالنسبه للعائلات الغنيه فيانغو هو المرشح بالدخول. موفان قال له يعني اللي هيفوز فينا هو اللي هيدخل الربيع. المدير قال له بالظبط كده، بس للاسف الاشخاص في العائلات الغنيه بيكون معاهم معدات سحريه متطوره عن المدرسه بكتير، واحتمال انه يكون وصل لمستوى اعلى منك في السحر، بس مهما كان برضه حاول تزود سمعه المدرسه. موفان قال للمدير تمام وبعدين مشى. من جانب تاني ميو كانت قاعده مع ابوها وبتقنعه بالغاء القتال اللي هو ما بين موفان ويانغ يعني، بس ابوها بيقول لها استحاله، انا لازم اعلم ابن السواق ده الادب. فبتسكت ميو وبعدين بتقول له انها طالعه تتمشى، فبيقول لها تمام. وفي يوم النزال بالليل كان موفان قاعد على جبل كده وبيتامل في الحلبه اللي هيقام فيها القتال بتاعه. بتجيله ميو هناك واللي عرفت مكانه من اخته شاو، بتقنعه ان هو ما يروحش للقتال ويهرب علشان يانغ مش هيرحمه، وبتقوله ان هو ناوي يسبب لك اصابه دايمه في القتال بكره. بس موفان بيقول لها استحاله اهرب. ميو بتساله عن السبب. موفان قال لها انت ابوكي ما بيسمعش كلامك وساعات بيخليكي تعملي حاجات مش بارادتك صح؟ فقالت له ميو صح. قال لها بالرغم من ده كله انت بتكرهيه؟ قالت له ميو لا. موفان قال لها انا ابويا بيحبني وبيفهمني وبيعمل كل حاجه في ايده علشان يرضيني، سمح لنفسه ان هو يتهان وينضرب علشان يحميني. متخيله اني هسيب فرصه زي دي علشان ارد له كرامته واهرب؟ استحاله. انا جاي بكره الحلبه واخلص على يانغ ده، اتفرجي هناك وهتشوفي قدراتي. واخيرا بيجي يوم النزال، بيكون موفان في طريقه للمعركه. بتوصل فرقه الصياده هناك واللي بتكون شيان عزماهم. اول ما بيدخل موفان عليهم بيحس اعضاء النقابه انهم عارفينه بس ما بيكونوش متاكدين لسه. بعدها بيروح موفان ياكل من اكل الحفله ولا في دماغه. بيشوفوا الجنرال زانو وبيكون مستغرب منه، بيقول له انت في ايه ولا في ايه يا ابني؟ موفان بيقول له الاكل طعمه حلو يا عم. زان بيقول له تمام وبيقترح عليه ينضم للقوات بتاعته ولو حد فكر يلمسه هيكسره، بس موفان بيقول له لا وبيرفض طلبه. بعدها بيسيبوا الجنرال وبيمشي، وبعدين بيجي شويه من زمايل موفان علشان يشجعوه في القتال، بس كل ده ما كانش في دماغه وكان قاعد بياكل بس، وبيقول لهم ما تقلقوش من حاجه الوضع تحت السيطره. بعدها بيطلع يانغ مع ابنه على المسرح وبيشكر الناس اللي جت على حفله ميلاده. بيقول لهم يانغ ان طبعا علشان نولع الحفله عملنا نزال ليانغ ضد اقوى طالب في المدرسه السحريه، وطبعا مش عاوز اكتر في الكلام
يلا بينا على القتال بسرعة. بيدخل موفان على الحلبة وبيستنى خصمه، وكان في الوقت ده الضيوف كلها بدأت تتمركز علشان تتفرج على القتال بتاعهم، واللي من ضمنهم ابو موفان طبعا. بيدخل يانج على المنصة اخيرا علشان يتواجهوا، بيحيوا بعض هما الاتنين بسحرهم وبيستعدوا للمواجهة. بس قبل ما بيبداوا يانغ بيقول لموفان ما تفكرش انك هتروح سليم من هنا. موفان قال له خاف على نفسك انت بس يابا. وبعدين كل واحد بيروح لمكانه. بيعلن بداية القتال وبيبداوا فعلا. يانغ بيستعمل المستوى الثاني من الجليد وبيتلج المكان كله، بس موفان بيحوط نفسه بشعلة نارية للمستوى الاول من سحر النار وبيصدها. دماغ شغالة برضه. بعدها موفان بيهجم على يانغ بالمستوى الثاني من النار، ولكن يانغ بيهرب منه باستخدام جزمة سحرية. هو ايه الغش ده من الاول؟ موفان بيتعصب من المعدات السحرية وبيحاول يصيبه تاني، ولكن مفيش حاجة بتيجي فيه لحد لما يانغ بيقول له وقتك خلص معايا. بيفعل يانغ المستوى الثالث من الجليد وبينشر الجليد في الحلبة كلها. النار بتاع موفان ما بتقدرش انها تستحمل وبتنطفى. الجمهور وهو بيشاهد كان مصدوم من قوة يانغ ووصوله للمستوى الثالث من سحر الجليد، وده يعتبر شيء صعب جدا في سن ال 18. المدير بعدها بيحاول يقنع يانغ ان هو ينهي النزال علشان موفان ما يتعبش اكتر، بس يانغ ما بيرضاش وبيقول له احنا لسه في الاول، وكان بيعمل كل ده علشان يخلي موفان يعاني حق ما شتمه قدام الناس في المدرسة. بس انت متخيل ان موفان هيحصل له حاجة يا صديقي؟ لا والله. موفان بيفعل المستوى الثالث من سحر النار وبيصدم الجمهور كله. بيقول لي يانغ انت مفكر انك الوحيد اللي وصلت للمستوى الثالث ولا ايه؟ موفان بيفعل تعويذة وبيحرق الحلبة بالجليد اللي فيها. يانغ بيحاول يهرب منها باستخدام المعدات السحرية، بس انت رايح فين يا معلم؟ بوم بيتفجر هو والمعدات بتاعته.